انت قلبك حاسس بايه؟ رقم واحد، اعترفي ان جوزك هو مرايه للي جواكي، هو مش مسؤول، انت اللي مسؤوله. اعرفي ان جوزك هو مرايه نتيجة رفضك، نتيجة أفكار جواكي، نتيجة صورة الراجل اللي انت كنت كارهاها ومش عايزاها فانت جذبتيها ليكي. خطوة رقم 2 ودي مهمة جدا، اعترفي بمشاعرك بدل كبتها ورفضها. هي أصلا من جوه مشاعرها حاسة بالقلة وحاسة بالدنيا، فإيه اللي بيحصل؟ بتلاقيها شدت في حياتها اللي يزود لها اللي في قلبها. انت قلبك حاسس بإيه؟ اعترفي بمشاعرك، طلعيها. انت دلوقتي كتبتي كل المشاعر دي، خلاص كده اسألي نفسك سؤال قبل ما اقولك الحل. درجة المشاعر بتاعتك دي هتقدري تغيريها لوحدك ولا لا؟ طيب هي لو درجة بسيطة تقدري بسيرش على اليوتيوب عندي هتلاقي حاجات كتير جدا جدا بتتكلم عن المشاعر اللي جواكي دي. طب لو درجة اعلى شوية تقدري تاخدي سيشن اسمه سد الاحتياجات، حلو قوي هيفرق معاكي. طب لا يا دكتور انا عندي درجة اعلى قوي محتاجة فعلا حاجة قوية، يبقى تاخدي كورس نعيم العلاقات، مهم جدا 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 هيفرق معاكي. طب لو انت عايزه اعلى ليفل يفرغ كل المشاعر والكبت والصدمات والاحداث، والله كأن مشاعرك توصل لصفر، يبقى تاخدي كورسين 2 هما مسؤولين عن المشاعر عندي. فكورس نعيم العلاقات مع الورشه بيظبطوا معاكي باذن الرحمن الرحيم، بيرجعوكي لمرحله صفر.